ونتحول اللحظة صوب جنيف وأشغال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بمشاركة المغرب ممثلا بوفد يترأسه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي. مناسبة أكدت من خلالها المملكة المغربية التزامها الثابت وإرادتها القوية في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني وانخراطها الفعلي والجاد في المبادرات الدولية ذات الصلة وفق منظور شامل ومتوازن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار عبر العالم. المزيد في مراسلة حافظ الهواري وحسن سيلة من جنيف. في أول يوم لافتتاح الدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ألقى وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي كلمة باسم المملكة المغربية أبرز فيها أمام المنتظم الدولي الأوراش الوطنية الإصلاحية التي يشتغل عليها المغرب والتزاماته بتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي من خلال انخراطه الفعلي والجاد في المبادرات الدولية ذات الصلة وفق منظور شامل ومتوازن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار عبر العالم. هذا الاجتماع اليوم هو اجتماع لمناقشة الوضع الدولي لمجال لحقوق الإنسان على مستوى المجال الدولي، وهذا يطرح إشكالات ومناقشات عديدة. شارك المغرب وقدم تجربته ومشاريعه القانونية بما فيه منظور الأسرة وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي إلى غير ذلك من المشاريع التي ينتظر المجتمع الدولي التي إخرجها من طرف البرلمان المغربي بعد مناقشة الحكومة. السيد عبد اللطيف وهبي الذي يترأس الوفد المغربي تحدث خلال هذه الكلمة في الجزء الرفيع المستوى من الدورة عن مضي المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في إنجاز عدد من الأوراش الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان إلى جانب وفائها بالتزاماتها الدولية، حيث أبرز وزير العدل أن المغرب أجرى حوارا تفاعليا مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بمناسبة فحصها للتقرير الدولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في شتنبر 2024. وأكد السيد عبد اللطيف وهبي أن المغرب يواصل التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارات التي تقدمها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، موضحا أن بلادنا تأمل التوافق بشأن إجراء زيارات متوازنة ومستقلة للإطلاع على حقيقة وضعية حقوق الإنسان بالمغرب. استمعنا كذلك إلى بعض القضايا التي بات مطروحة من السلم الدولي، قضايا الأزمة التي يعرفها مجلس حقوق الإنسان على المستوى المادي، وكذلك بعض القضايا التي أصبحت تخيف في مجال حقوق الإنسان وهو ما مصير حقوق الإنسان في المستقبل القريب. هذه القضايا كلها ناقشناها في الاجتماعات سواء في الكواليس أو على مستوى الاجتماع الرسمي أو على مستوى اللقاء الرسمي هذا الصباح. وكذلك التقينا مع بعض أصدقاء ممثلي بعض الدول مثل البحرين، السعودية إلى غير ذلك من ممثلي الدول التي سنلتقي معهم وسنناقش مجموعة من القضايا. وبخصوص التصديق العالمي على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ذكر وزير العدل بالمبادرة المشتركة للمغرب والأرجنتين وفرنسا والصموا في إطار مبادرة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري التي تضاف إلى المبادرة الدولية من أجل التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب والتزام بلادنا بالتنصيص على الاختفاء القسري في القانون الجنائي. وبتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، شارك المغرب في إطلاق مبادرة تأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان المحدثة في أسنسيون في ماي 2024، وانتخاب المغرب ممثلا في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان منسقا للشبكة. المملكة المغربية هي المنسق ديال واحد الشبكة دولية للآليات الأممية الوطنية في مجال تتبع وإنجاز التقارير وكذلك التنفيذ مجال حقوق الإنسان. هذه الشبكة الدولية اللي تم الإعداد ديالها في أسونسيون الباراغواي، المملكة المغربية بممثلة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان هي المنسقة ديال هذه الشبكة الدولية، إضافة إلى أننا نحن في اللجنة التنفيذية ديال هذه الشبكة هذه، وهذا كذلك التزام على هذه المستويات الثلاث دوليا.
وأشار وزير العدل أيضا إلى مشاركة بلادنا في النسخة العاشرة من حوار غليون لحقوق الإنسان في أكتوبر 2024 انتهت باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش لإنشاء وتطوير آليات وطنية فعالة. إلى جانب هذا التفاعل الدولي للمملكة المغربية، أشار السيد عبد اللطيف وهبي إلى عدد من الأوراش الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، منها ورش الحماية الاجتماعية. وتحدث وزير العدل عن دعم النساء ضحايا العنف والنهوض بالشيخوخة النشيطة وتعزيز التمكين الاجتماعي للأسر والنهوض بالبعد الترابي لحماية الطفولة وتكريس الحق في التعليم ودعم الحق في السكن، مما مكن المغرب من الارتقاء ب3 مراتب في مؤشر التنمية البشرية الوارد في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 2023-2024، إلى جانب مراجعة مدونة الأسرة تحت قيادة جلالة الملك نصره الله وفق مقاربة تشاركية. الانخراط ديالنا في الاليات الامميه والتقارير اللي تم التقديم ديالها، مثل التقرير ديال الاختفاء القسري، وكذلك الالتزامات دوليه مثلا بادراج الاختفاء القسري في القانون الجنائي، ادراج كذلك اعتماد عده توصيات كذلك اللي تم اثر استعراض الدوري الشامل، وكذلك اهم الانجازات في عده مجالات خاصه المجال الاجتماعي، الحمايه الاجتماعيه، مجال المراه، مجال الاسره، مجال الطفل، الاشخاص ذوي الاعاقه، وكذلك المسنين. وعلى هامش هذه الدورة أجرى وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي عددا من اللقاءات مع دول شقيقة وصديقة للتباحث حول أوجه التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان. انخرط المغرب في مختلف المبادرات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفتح أوراشا وطنية عديدة، منها مشروع المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة بنهج أكثر إنسانية، وتصويت المغرب على قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن توقيف عقوبة الإعدام، وغيرها من المشاريع، كلها أوراش فتحها المغرب في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي. حفيظ الهواري وحسن سيلة، القناة الأولى، جنيف. ومن جنيف ينضم إلينا اللحظة مباشرة لمزيد من المعطيات سيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل. أهلا بك سيد الوزير. وبداية، ما الذي ميز مشاركة المغرب في أشغال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وما أهم الأوراش الإصلاحية التي تؤكد تطور التجربة المغربية في مجال الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة؟ على كل مساء الخير. والنقاش الآن الذي تعرفه مجلس حقوق الإنسان التحولات الدولية وتأثيرها على مصير حقوق الإنسان، خاصة بعد انسلاحها بالولايات المتحدة الأمريكية وانسحاب دول، والمناقشات التي ستلي مصير هذا المجلس، وكذلك ما هي القضايا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحقوق الجديدة إلى غير ذلك. نعم. ثم طبيعة هذه الخصوصيات التي أصبحت تطرح في مجال حقوق الإنسان. ولكن ما نؤكده بأن المغرب حاضر في هذه المناقشة ويبدي برأيه، ونحن ما زلنا في إطار النقاش في مجلس حقوق الإنسان حول ما هو مصير حقوق الإنسان أمام التطورات الدولية التي يعيشها العالم الآن بعد الحرب الأوكرانية، بعد موقف الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول. نعم سيد وزير، مشروع القانون متعلق بالمسطرة الجنائية وعقلنة الاعتقال الاحتياطي واعتماد عقوبات بديلة وتقوية استخدام الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة هي أوراش مفتوحة ببلادنا. كيف يمكن أن تسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بثقافتها؟ هو المغرب موضوع مطروح على مجلس حقوق الإنسان. متتبعين المشروع الجديد للمسطرة الجنائية وعقلنة الاعتقال والعقوبات البديلة وقضية المدونة وغيرها من النصوص بما فيها تنظيم الهيئات إلى غير ذلك من القضايا التي أصبحت مطروحة، وأصبح المغرب سباق إلى طرحها أولا على مستوى التشريع، لأنهم يتتبعون التشريع المغربي في هذه المجالات ومدى تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان وإعمالها لاتفاقيات حقوق الإنسان. لذلك كثير من الأسئلة وجهت لنا حول طبيعة المسطرة الجنائية، حول طبيعة المسطرة المدنية، حول مشروع القانون الجنائي ومآله، حول مدونة الأسرة، حول القوانين الأخرى التي نحن مشرفون على بدايتها في مناقشتها في البرلمان، ويسألون حول التاريخ وحول البرنامج وحول التصور وحول طبيعة هذه النصوص ومدى إمكانية أن تستجيب لمتطلبات حقوق الإنسان. هناك تجاوب إيجابي وهناك تقييم إيجابي لدى هذه المنظمة وخبرائها وكذلك
وكذلك الدول الممثلة فيها، ولكن ينتظرون الكثير من المغرب لأنه نموذج الآن في أفريقيا والعالم العربي في مجال حقوق الإنسان. طيب، وماذا بخصوص تصويت المغرب بالإيجاب لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام؟ يعني إلى أي حد يساهم في إشعاع التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان؟ الحقيقة أن عقوبة الإعدام كانت موضوع مناقشة طويلة ومعقدة، لأن أولا كل الجميع اعتبر أن تصويت المغرب في قضية الموراتوار أو في قضية الإعدام في الأمم المتحدة أخيرا وقف تنفيذ عقوبة الإعدام اعتبره خطوة جد إيجابية ويجب أن تتطور إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي. وكان نقاش حول هذا الموضوع، ولكن اعتبروا أن هذه الخطوة استجابت للمطالب الدولية، ولكن كذلك نحن اعتبرناها أنها قرار وطني مستقل، وأنه نسعى الآن إلى خطوات أكبر من ذلك. ويلاحظ بأنه هذا الموضوع لقى استحسانا كبيرا لدى الدول ولدى الخبراء، وما زالت مناقشة في هذا الموضوع، بل هناك اقتراح بأن يستضيف المغرب المؤتمر العالمي حول إلغاء عقوبة الإعدام، وهذا نقاش ما زال مجرد فكرة تروج لدى بعض الخبراء ولدى بعض المهتمين، وسنرى أن ذلك أين في أي اتجاه سنسير. ولكن يلاحظ بأنها تركت استحسانا كبيرا لدى الدول، ويعتبر خطوة وانتصارا كبيرا للمغرب، مما يؤكد على استمرار المغرب في مجال حقوق الإنسان. شكرا جزيلا على هذه التوضيحات سيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، كنت معنا مباشرة من جنيف.